السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده من شهيوات قناه نور. كنتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويدخل عليكم هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه نتوما ووليداتكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الملوي خطير كيجي بنين بزاف وهشيش وساهل في التحضير. كنتمنى يعجبكم الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من الدعم ديالكم، لايكات ديالكم وتعليقكم الجميله اللي كتفرحني بزاف، وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. راه كيجي رائع مرق وخفيف وكيجي هشيش في نفس الوقت. راه كيجي زوين بزاف. كنتمنى تجربوه وما تنسونيش من الدعم ولايكات الله يجازيكم بالخير. وهنا بسم الله على بركة الله غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نخلط فيه. غادي ناخذ هنايا كاس ديال الحليب يكون بارد، كاس الحليب العنبه عامر يكون بارد، وغادي نزيد نص كاس ديال الماء عادي الماء من الروبيني عادي. وغادي نزيد معلقه صغيره ديال السكر، غادي نزيد القياس ديال الملح واحد المعلقه صغيره، وغادي نزيد راس معلقه ديال الخميره الفوريه. كما شفتوا راه غير واحد شويه، واحد القبيصه. وغادي نزيد راس المعلقه ديال الخميره ديال الحلويات. غادي ناخذ 3 المعالق ديال الياغورت طبيعي، 3 ديال المعالق صافي. هادو هما المكونات اللي غادي تكون عندي. غادي نخلطهم واحد شويه، ومن بعد غادي نزيد نجمعهم بالدقيق الابيض، عجينه تكون رطبه وتتلصق واحد شويه. هاد الكميه كتعطيني 2 ديال الملويات كبار. اللي بغات تضاعف الكميه تضاعف الكميه. صافي انا غادي نجمع العجينه، ومن بعد غادي نحيدها من هذا الاناء وغادي ندلكها واحد شويه. هنا بعد ما جمعتها ودلكتها واحد شويه غادي نغطيها بالبلاستيك ونخليها ترتاح غير واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق. من بعد ما ارتاحت شويه غادي نقطعها على 2، وكل هذيك كويره غادي نقطعها على 3 باش تعطيني 6 ديال الكويرات. يعني كل ملويه غادي ندير فيها 3 ديال الكويرات. صافي انا غادي نكورهم هكا يكونوا قد. صافي هنايا غادي ناخذ شويه ديال الزيت وغادي نبدا كنسرحهم. غادي نبدا كنسرحهم بالزيت. غادي نسرح الاولى ونحطها ونسرح الثانيه ونسرح الثالثه حتى نسرحهم ب3 بهم. وغادي ناخذ الزبده ديال الطوريق، غادي ندوب شويه ديال الزبده ديال الطوريق ديال المسمن.
صافي من بعد ما كنسرحهم مزيان ب3 بهم كناخد الاولى ندهنها مزيان بالزبده، كندهن مزيان بالزبده ونزيد عليها الثانيه وندهن مزيان بالزبده ونزيد الثالثه. صافي كما قلت لكم كندير كل وحده وكندير الزبده ونزيد الثانيه وندير الزبده ونزيد الثالثه ونعاود نزيد الزبده، يعني كندير واحد الكميه لا باس بها ديال الزبده. صافي كنورقهم واحد شويه وغادي نزيد في الاخر شويه ديال الزبده وغادي نلولبهم هكا بحال الشكل ديال المحنشه. بحال هكا كما كتشوفوا معايا كنبقى غاديه وكنلولب حتى كنلولبها ومن بعد ندورها هكا على الشكل ديال بحال الشكل ديال المحنشه. يعني كيكون ساهل، هاد الطريقه ساهله دغيا دغيا ومسربيه. غادي ندورها وداك الطرف اللي كيبقى ليا كنرصيه هكا من التحت، وبنفس الطريقه غادي ندير الثانيه وغادي ندهن الورق اللي غادي ندير في الطاوه ديال الفرن، غادي ندهنو بشويه ديال الزيت صافي وغادي نحطها ونخليها ترتاح باش تقرص ولا تسرح بسهوله. هنايا راه مازال ما ارتاحتش مزيان، داكشي باش كتبان لكم كتحل. ملي كترتاح مزيان راه كتقرص بسهوله. هنايا عندي واحد البيضه كامله وغادي نزيد عليها 2 معالق ديال الياغورت، 2 معالق كبار الياغورت اللي بقى ليا من العجين. غادي نطرب مزيان البيض مع الياغورت وغادي ندهن به. كندير واحد الكميه معقوله من هذاك الخليط وغادي ندهنهم. انا غادي ناخد اي حاجه هكا تكون سكين اولا اي حاجه هكا ماضيه وغادي ندير واحد الخطوط بحال كما كتشوفوا هكا يكونوا رقاق، غير ما غاديش ندخل بزاف على الملويه. وبنفس الطريقه غادي ندهن الثانيه وهنا غادي واحد 3 دقائق هكا ضروري ندخلوهم الفران يكون سخون مزيان. صافي هنايا وهاد الثانيه كنزوقها هكا بالفرشيطه اولا خليوها غير عاديه كما قلت لكم. الفران ندخلوهم الفران وهو يكون سخون مزيان ونخليوهم متوسط الحراره، نخليوهم حتى يطيبوا ويتحمروا. راه كيجي زوين بزاف وكيجي بنين بهذاك الياغورت وكيجي هشيش ومقرمش في نفس الوقت. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وكنتمنى تجربوه وتخليوا لي لايك وتعليق، وشكرا لكم بزاف على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.